عنده ضيوف لعمر طاهر. كتاب مفيش ألذ من كده، كتاب بياخدك من مكان لمكان ومن زمن لزمن. هتلاقي نفسك قاعد مع الضيوف اللي زارته في حياته وأثرت فيه. حكالنا عن طفولته وعلاقته القوية بعيلته، وورانا وهو طفل وبيتعلم أول اسم للعيب كورة يعرفه مارادونا، وخدنا معاه على المدرسة وشفناه وهو حارس مرمى في الماتشات. قال لنا عن بداية كرهه للمطربة فيروز وسر حبه ليها بعد كده، وخدنا معاه في بداية مشواره المهني في مجلة نص الدنيا، وحكالنا لقائه بالكاتب العالمي باولو كويلو وازاي ترجم روايته بالقرب من نهر بيدرا، وقد ايه الرواية دي أثرت فيه. وما سبناش، ده سمعنا أغاني كمان في الكتاب، وفهمنا ليه أشهر الأغاني اللي بنسمعها في كل مناسبة ما بننساهاش. بيقولك إن كل أغنية من دول تعتبر السلام الوطني للمناسبة، زي يا ليلة العيد أنستينا وجددتي الأمل فينا، دي بقى السلام الوطني للعيد. ويا صباح الخير يا اللي معانا، دي بقى السلام الوطني للصبح. وتم البدري بدري، السلام الوطني الباي باي رمضان. ويا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا، ويلا حالا بالا هنوا ابو الفصاد. وكتير قوي بقى هتلاقيهم في الكتاب. وهوب خدنا وراح بينا على ثورة يناير واللجان الشعبية اللي فيها، وفرجنا عمل ايه مع جيرانه وعمل ايه في الشارع اللي هو فيه اللي كان في قلب الاحداث. وطبعا فكرنا كلنا باللي حصل فيها ايام بقى. وبعدين بقى راح واخدنا معاه نشوف ضيوف مشهورين اتعرف عليهم في حياته. عرفنا على بليغ حمدي وقصة حبه من وردة، حكالنا لقائه مع الزعيم عادل امام والكلام اللي قاله له على كتاباته، وعمار الشريعي وسناء البيسي وناس كتير قوي. اما انا بالنسبة لي فاكتر حكاية لمستني هي حكايات المصيف. فكرنا بقى لما كنا بنحضر الشنط من بدري وما ننامش ليلة السفر، والاب اللي بيسهر مع العربية يظبط فيها لحد ما تبقى عروسة، والام مسؤولة التموين اللي بتقعد في المطبخ تعمل في سندوتشات جبنة بالطماطم وسندوتشات جبنة بالخيار وترمس الشاي عشان الريحة. ركبنا معاه في العربية الفيات ال128 وسمعنا القرآن بصوت عبد الباسط عبد الصمد. ولازم مع بداية الرحلة محدش هيغير إلا لما يخلص سورة ياسين مرتين. وبعدين بقى نبتدي فقرة شرايط الكاسيت للأولاد. عمر طاهر كان بيستنى اللحظة دي علشان يشغل شبابيك لمحمد منير. كان بيحب كده يسرح بخياله مع المدن اللي معدي عليها في الطريق، وكان بيتخيل شوارعها وناسها، وكان نفسه يروح لهم كلهم. بجد الكتاب كوكتيل مشاعر وذكريات وأفكار، أنا برشحه لكم جدا جدا، صدقوني هتستمتعوا لما تقروه. وشكرا عمر طاهر. لو عجبكم الكتاب ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عايزين كتب تانية اكتبولي في الكومنت.